السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. قبل كل شيء لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم عن مباراة اللي ستكون غدا إن شاء الله. الجيش الملكي أمام الأهلي المصري. يعني الجيش الملكي أمام الأهلي في دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. الجولة الأولى الجيش انتهت للأسف خسارة ب1-0. كان هناك هدف صحيح للجيش بصراحة، يعني نقطة كانت أفضل من الخسارة، لكن للأسف إن شاء الله نعوضها إن شاء الله في مباراة أمام الأهلي. مباراة صعبة جدا بصراحة. مباراة الأهلي المصري اللي فوز المباراة الأولى أمام شبيبة القبائل أربعة أهداف لهدف، وكانت يعني 4 وكانت النتيجة تكون أكثر 5 أو 6. يعني الأداء الأهلي المصري كان مرعب في هذه المباراة بصراحة. هو بصراحة الأهلي المصري مع المدرب الجديد من مباراة سيراميكا كليوباترا، يعني في المباراة الأولى من السوبر الفوز بهدفين وفوز أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر ب2-0 كأداء ونتيجة وكان الأفضل، وأيضا فوز في دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل ب4. والأهلي المصري نعرف قوة الأهلي المصري ونعرف الأهلي المصري جيدا. وأيضا الجيش في هذه المباراة مباراة صعبة، يعني مباراة الفوز، يعني في هذه المباراة يجب أن يفوز لكي تكون إن شاء الله التأهل، لأن الخسارة صعبة جدا. الخسارة لو يعني صعبة جدا، فلذلك نتمنى إن شاء الله الجيش الملكي يقدم مباراة كبيرة ويفوز في هذه المباراة. هي تبقى مباراة كرة القدم في الأخير، اللي فاز نقول له مبروك، وإن شاء الله الجيش الملكي يفوز في هذه المباراة، ولو فاز الأهلي نقول له مبروك. يعني تبقى كرة في الأخير، وإن شاء الله تكون مباراة رائعة، إن شاء الله تكون مباراة جميلة، وأتوقع بأنها ستكون مباراة رائعة وجميلة. وفي الأخير تبقى كرة وعادي جدا، اللي يربح قلنا نقول له مبروك. ولا وصراحة يعني كفريق الأهلي المصري فريق اللي صعب جدا هذا الموسم. وأيضا نتكلم عن رضا سليم اللي لعب مع الأهلي ويعرف جيدا الأهلي المصري، وأيضا الآن هو لاعب للجيش الملكي، وإن شاء الله يعني يقدم مباراة رائعة في هذه المباراة، وإن شاء الله تكون مباراة جميلة. هذا هو الأهم، تكون مباراة رائعة وجميلة بين الأهلي والجيش الملكي. نتكلم عن الأهلي المصري، راه أشرف بن شرقي يا أخي، هجوم الأهلي المصري ما شاء الله مرعب. عندما نشاهد تشكيلة الأهلي المصري ونشاهد الهجوم الأهلي، تريزيجيه وعودة إمام عاشور وزيزو وشريف وأشرف بن شرقي 5 لاعبين وطاهر محمد طاهر، ما شاء الله. يعني نتكلم عن هجوم مرعب. وفي الوسط نتكلم عن محمد علي بن رمضان، نتكلم عن مروان عطية، نتكلم عن أليو ديانج. الأهلي المصري مرعب بصراحة، يعني نتكلم عن هذا الفريق مرعب. وإن شاء الله الجيش الملكي يقدم مباراة كبيرة، ولما لا إن شاء الله 3 نقاط، لأنني أتوقع بأن الأهلي المصري سيتأهل من هذه المجموعة. الجيش الملكي إن شاء الله لو فاز في هذه المباراة سيتأهل بإذن الله. هذه المباراة 3 نقاط مهمة. خسرت هذه المباراة وخسرت المباراة الأولى فهي صعبة، لأن لديك مباراة أخرى ستلعب مع الأهلي المصري في الأهلي، فلذلك هذه المباراة مهمة ومباراة صعبة، وإن شاء الله تكون جميلة. فهذا كل شيء، وإن شاء الله سنتكلم عن المباراة، وإن شاء الله سنقوم بردة فعل على هذه المباراة. فهذا كل شيء، أحبكم في الله.